السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد يا رب، وكل أحبابكم كده بخير. آم، وكل سنة وانتم طيبين. أنا وحشتوني جدا من آخر فيديو نزلته، معلش اتأخرت عليكم جدا، كان عندي ظروف. النهاردة هعمل معاكم ريفيو عن الكبة بيور، اللي هي بقى قلب السوشيال ميديا كلها. وتابعوا آخر الفيديو عشان في مفاجأة غير متوقعة في الفيديو. في آخر الفيديو هعمل معاكم كفتة رز. أنا غسلت الرز ونقعته من بالليل وحطيته في التلاجة، وفرشته كده على بشكير كده تحت المروحة زي ما وريتكم في أول الفيديو لحد لما نشف، علشان إن أنا أفرمه الأول وينعم خالص معايا الأول قبل اللحمة. طبعا انتوا عارفين اي حد بيجرب اي حاجة لأول مرة بيعمل عنها سيرش كده على النت وبيشوف الفيديوهات ويشوف الايه الآراء. فانا عملت كده وجالي بقى يعني فيديوهات كتير واراء كتير عن الكبه وكده، فقلت اجرب. يعني في اللي يقول لي اصحني الرز الاول وخليه زي الدقيق، وفي اللي يقول لا اعملي كده الكبه حلوه وبتظبط الدنيا يعني. بس انا ما اقتنعتش ان انا ان انا افرم الرز الاول فعلا، عشان حسيت هيبقى تقيل على الكبه. زي ما انتم شايفين فرمت كميه الرز كلها لحد لما نعمت معاي، وطلعت برضو كميه اللحمه. بس بفرم يعني حبة بحبة كده. أهم حاجة بس الأول اتأكدوا من كل حاجة مظبوطة في الكبة، زي مثلا اللي هو حرف الكاوتش اللي في الكبة من تحت دوت، اللي هو منع الانزلاق دوت علشان ما الكبة ما تتحركش. زي ما انتوا شايفين في الفيديو أنا ما كنتش أخدة بالي منه، وأنا بفرم لقيت الكبة بتتحرك مني جامد، ففصلت بسرعة وعدلته واشتغلت عادي. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك فرمت اللحمة حلوة قوي. تمام. احنا كده تمام وحلوين ومفيش اي حاجة خالص. فرمة اللحمة حلوة قوي وناعمة جدا وملمسها ناعم وجميل. هفرم بقى كمية اللحمة كلها. زي ما قلت لكم انا اول حاجة عملتها فرمت الرز، وده خد مني وقت، يعني خد مني وقت كتير. وما فرمتش الرز في الكبة كله، يعني ما فرمتش الرز كله في الكبة، خفت برضو على الكبة. وفرمت شوية على الكبة وشوية على اللي هي المصحنة بتاعة الخلاط بتاعة التوابل. تمام. كده ابتديت ان انا يعني تقريبا كده خلصت. بس ببدأ ان انا اشيل لو في اي مثلا الحتت اللي هي بتبقى في اللحمة، زي مثلا اللي هو اللي بيبقى الجلد اللي في اللحمة دوت ما بيتفرمش. عايزة اقول لكم ان ده غلط جدا على الكبة. الكبة عايزة حتة لحمة تكون حمرا، ما يكونش فيها حاجة خالص، الا اذا بقى الدهن عايزة مثلا تحطي دهن كفتة ولا حاجة، بس يكون الدهن طري. انما حتة اللحمة ملبسة لحمة فيها اللي هو عامل زي الجلد او العصب، يحرق لك الكبة على طول من غير كلام. انا فرمت الرز وفرمت اللحمة، ونخش بقى على الخضار. معايا 4 بصلات كبار وراس توم متقشرة، وحوالي 4 ربط خضار بقى من انواع الخضار كله. عفوا. زي ما انتوا شايفين برضو هفرم ما شاء الله برضو في فرم الخضار حلو قوي. عايزه اقول لكم مش ده مش اول استخدام ليها، انا استخدمتها كذا مره برضو في الخضار واللحمه. كفتة رز ما جربتهاش، اول مره اجربها فيها. انا كنت عاوزه اعمل لكم الريفيو بتاعها، بس ما حبيتش ان انا اعمله غير لما اجرب تجربه شخصيه بجد، واطلع اقول لكم رايي فيها بكل صراحه. تمام. لان انا مش ما بقيتش فكره ان انا اجيب اي حاجه واطلع اعمل عنها فيديو يا جماعه مثلا حلوه. هعرف منين اذا كانت حلوه ولا وحشه غير لما اجربها؟ فدوت بقى فكره الفيديو اصلا. ان انا يعني مش اي حاجه اشوفها على السوشيال ميديا او على النت عامه اخد بكلامها او اروح اعملها افتكر ان هو ده بقى الشيء الصح، او ان انا عامله حاجه حلوه بقى وافرح وكده. بجد يا جماعه ما تتخدعوش في الاعلانات بتاعه النت او في اراء اي حد، لان انا بعد الفيديو دوت ما عدتش هثق في اي حد تاني. وهقول لكم ليه برضو، تابعوا معايا لاخر الفيديو. وبجد حسب الله ونعم الوكيل في كل حد بيطلع يعمل اعلان لاي شركه او لاي منتج، وهو قبل ما يجربه او يكون الله اعلم عارف اذا كان وحش ولا حلو، بس ما بيقولش عشان خاطر الفلوس اللي بياخدها. تمام كده. زي ما انتوا شايفين انا فرمه الرز، فرمت الخضار، فرمت اللحمه.
ماشيين بالخطوات واحدة واحدة، يعني هدمجهم كلهم كده مع بعض عشان برضو اساعد الكبة. حلو كده تمام. هبدأ ان انا بايدي افتت اللحمة، برضو هي اللحمة مفرومة كويس بس عشان الكبة خليتها ماسكة في بعضها عاملة زي العجينة كده. هحط عليها ايه تاني بقى علشان يخليها، وده السر بقى بتاع الكفتة اللي ما تخليهاش تفك منك. هم حاجتين، ما تكتريش ليها بصل وفلفل. عايزه اقول لكم انا حطيت فلفل، نسيت اقول لكم ان انا حطيت فلفل ليها، فلفل اخضر وفلفل احمر بارد. حابه تحطي حامي تمام، ما تكتريش فلفل ولا بصل لان الحاجتين دول بيخلوها تفك منك. تمام، لان البصل بينزل ميه. وعايزه اقول لكم انا شفت برضو فيديو تاني لشيف كده، هي مش شيف، هي عندها قناه كده والقناه بتاعتها كبيره حبتين. شفتها وهي بتحط ميه على الكفته، يعني بتقول عشان الكفتة تمشي في الكبة نحط لها مية. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انتي ما تكتريش، انا بقولك ما تكتريش بصل علشان البصل فيه مية، فازاي انتي تحطي لها اصلا مية علشان تمشي في الكبة عشان خاطر تبقى حلوة. زي ما انتوا شايفين انا جربت، انا مشيت يعني كل الخطوات اللي انا شفتها والاراء اللي انا شفتها وبرضه ما نفعتش، مع ان انا فارمه الرز كويس ما نفعتش، ما كانتش زي اللي جايه من بره. تمام، هي بتلف وكل حاجة، بس تيجي تمسكي يعني عجينة الكفتة في ايدك، لا لا مش كفتة، دي فيها حاجة غريبة، لان انا ماشية على الخطوات كلها. تمام كده. وغير كده انا فارمة الرز لوحده، انا شفت كذا فيديو لكذا واحدة حاطة الرز من غير ما يتفرم. وانا هقول لكم دي بتبقى خدعة في الفيديو، بما ان انا بصور وعندي قناة كده محدش عارفها غير اللي بيصوروا واللي بيعملوا محتويات وفيديوهات. تمام كده. الخدعة دي ايه بقى؟ ان هي في طريقة كده، في برنامج معين انت بس في الكاميرا وانت بتصوري بتوقفي التصوير، بتعملي توقيف كده تصوير يعني بتعوزي تشغليه بتشغليه، بتعوزي توقفيه. في برنامج بقى مونتاج بيظبط لك الحته دي، ان انت تدمجي الاتنين مع بعض. لو كل فيديو لوحده تدمجي مع بعض، ولو الفيديو لوحده تظبطيه ما يبانش. انا عايزه اقول لكم على الخدعه دي عشان ما تمشوش ورا راي حد، عشان برضو يعني ما تخسروش حاجه. عايزه اقول لكم انا وسلفتي جايبين نفس نوع الكبه مع بعض، واحنا الاتنين كنا بنعمل كفته مع بعض. قسما بالله وحياة عيالي وحياة الأيام المفترجة اللي احنا فيها الكبة بتاعتها ولعت. شفت؟ ولا عشان كده ده السبب اللي خلاني شفته أنا وقفت الفيديو قد إيه. الفيديو ده واقف لأنها هي تحت وأنا فوق، بيت واحد بس كل واحد في شقة. ساعتها كانت نادت عليا وقالت لي ما تكمليش عشان الكبة اتحرقت. ساعتها بقى أنا لما شفته أنا الفيديو واقف قد إيه، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. خدت الكبة بتاعتها اتحرقت، الموتور سخن، الموتور ولع. فين يعني ايه ولع؟ مش راضية تشتغل بقى. خدت الكفتة قالت لا انا هطلع اعملها بقى. رحت انا وهي، طبعا انا خفت على الكبة برضو، قلت لا مش هكمل. مرضتش ان انا اكمل فيها، وقلت هطلع افرمها بره ادفع عليها 40-50 جنيه احسن ما اخسر كبة. يعني دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده طبعا انتوا عارفين. فخدنا الكفتة، أنا خدت الكفتة بتاعتي وهي خدت الكفتة بتاعتها، وطلعنا فرمناها برا. احنا المكنة يعني جنبنا هنا. هو عامة الكيلو عليه 20 جنيه، بس عشان احنا كنا فرمينها يعتبر نص فرمة، أو كانت يعني اوريدي كانت خلصانة، فخد مننا الكيلو 10 جنيه، وكانت زي الفل. هوريها لكم دلوقتي. فروحنا عند الراجل اللي بيعمل الكفتة وبيفرم اللحمة والحاجات دي. فقال لي انتوا اشمعنى، على ان عادة اللي بيعمل كفتة بره في مكنة بيودي الرز زي ما هو واللحمة سليمة وكل حاجة سليمة وهو بيعملها. فهو مستغرب بقى انتوا ازاي يعني عاملين كده. فحكينا له على اللي حصل. قال يا هما اصلا الرز حامي على اي حاجه، كبه اي حاجه سوا. الكبه دي لو كانت ايه، لو كان الوات بتاعها اعلى وات، الحاجه الرز بالذات حامي وتقيل على الموتور. الموتور سخن وقال له ده الكبه ولعت. قال لي طيب هو الرز اصلا حامي على حاجه زي كده، عمرك ما تعرفي تظبطيها في الكبه.
قلنا تمام، فرمنا بقى وظبطنا. بس يعني عايزه اقول لكم الكبه باظت زي ما قلت لكم. انا الحمد لله، الحمد لله يعني ربنا ستر ان انا لحقت الكبه، ان انا ما كملتش اصلا بيها. يعني ربنا بيحبني بجد. انا يعني جات لي يعني من اللي حصل زعلت وقلت مش هكمل الفيديو ومش مصورة. بس يعني قلت لا حرام اللي حصل معانا ما يحصلش مع حد تاني، لان احنا زي ما قلت لكم انا اول مرة زي اي حد اجيب حاجة لاول مرة واستخدمها لاول مرة. تمام. فانتوا بجد يعني ما تسمعوش اي اراء حد على السوشيال ميديا، مثلا شيف حتى لو شيف معروفة. يعني انا شفت الشيف هالة، شفت شيف اسمها شيف نهلة على الفيسبوك،